بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فطيرة الذرة أو فطاير الذرة. بجد طعمها يعني بجد وهم جدا جميلة أوي أوي أوي. مقاديرها سهلة وبسيطة. هنعملها النهاردة باللبن الرايب وبالقشطة. طعمها هيوديكم في حتة تانية خالص خالص مع كوباية شاي بلبن كده الصبح. بجد حاجة آخر روقان. فعلا الحاجات دي احنا يعني مفتقدينها جدا، حاجات زمان وأيام زمان. بجد حاجات حلوة قوي قوي. معرفش احنا ليه كنا ناسين الحاجات ديت ومش بنعملها دلوقتي. بس ان شاء الله كل حاجة هترجع زي ما كانت، وهنرجع نعمل حاجات جميلة وحلوة زي اللي كانوا اهالينا بيعملوها زمان. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. طبعا احنا هنشتغل بيها باللبن الرايب، هنعجنها النهارده باللبن الرايب. انا مش متوفر عندي لبن رايب، فانا كده بروب الحليب اللي عندي. انا عندي كده نص كيلو حليب غليته وبعد كده سبته يهدى كده حوالي 10 دقايق، وبعد كده حطيت عليه كوبايه كبيره من الزبادي او الياغورت، وقلبتها بسرعه كده زي ما انتم شايفين، وغطيتها وحطيتها في مكان دافي مدة ساعتين. طبعا علشان خاطر الجو ساقعة وانا عشان ما اطولش المدة قوي، دفيت الفرن شوية وطفيته، يعني شغلته كده 5 دقايق وطفيته، وبعد كده حطيت فيه الحليب بتاعي، وبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت بعد حوالي ساعة ونص او ساعتين الا ربع، يعني في الحدود دي كده. كده خلاص بقى جاهز معايا وبقى لبن رايب. معايا بقى هنا كوبايتين، يعني كوبايتين من المج بتاع الشاي العادي بتاعنا من دقيق الذرة، وكوباية ونص من الدقيق الأبيض العادي بتاع الفينو اللي بنجيبه من السوبر ماركت. حطيت كوباية ونص من الدقيق الأبيض، أنا مستخدمة دقيق الأهرامات. معايا معلقتين كبار من الزبدة البلدي. ومعايا كمان قشطة علشان هنشتغل بيها برضو على وش الفطاير. حطيت كده الدقيق على بعضيه، نوعين الدقيق كده حطيتهم على بعض. بعد كده معايا معلقه صغيره من البيكنج باودر، ربع معلقه صغيره من الملح، ومعلقه كبيره من السكر، وممكن تحطي معلقه ونص من السكر على حسب الرغبه. هقلب كده المكونات كلها مع بعضيها. بعد كده معايا الزبده البلدي بتاعتي، وهنتكلم دلوقتي عن البدايل اللي ليها. انا لما بعمل معجنات تكون داخلها زبدة او سمنة بلدي، طالما متوفر عندي الزبدة بحطها زي ما هي كده، وتكون بدرجة حرارة الغرفة. بتدي طراوة وطعم حلو قوي وريحة كمان حلوة قوي للمعجنات بتاعتي. مش متوفرة عندك يبقى هتحطي، لو عندك سمنة بلدي، عندك زبدة صفراء سايحة، هتحطي 5 معالق من السمنة او الزبدة السايحة. مش متوفر عندك بلدي خالص ولا زبدة، يبقى اي نوع سمنة عندك نباتي عادي تقدري تحطي منه. هي مش بتاخد سمنة كتيرة، يعني برضو هما 5 معالق كبار كده من السمنة. بعد كده حطيت الرايب بتاعي، وهبتدي دلوقتي اعجن. هي مش بتاخد اي وقت خالص في العجن. طبعا دي الذرة يعني ما بيشرب يعني السوائل بسرعة، ومش بياخد اي وقت خالص، لانه كمان ملوش عرق مش زي بقية الانواع الدقيق. بعد ما بيختفي معايا تماما كده بفضل اعجن فيها، ولما بيختفي معايا الدقيق كده خالص وبحس ان انا خلاص مش محتاجة رايب تاني، بحط كده معلقة كبيرة من الزيت، وبعد كده بعجنها برضو كده مع بعضيها. هي بتبقى العجينة طرية شوية وبتلزق كده في الايد زي ما انتوا شايفينها. عايزه اقول لكم كمان، لو مش متوفر عندكم الرايب او يعني ممكن تعملوا زي ما انا ما عملت كده، ان انتوا تروبوا الحليب، وممكن كمان تعجني بميه، تحطي بس علبه زبادي وتكملي بميه. ممكن بحليب بس من غير ما يكون فيه لبن رايب او ولا تروبيه يعني ولا اي حاجه، ممكن بحليب بس كده لوحده. يعني مش هنقف على حاجه ان شاء الله. كل حاجه وليها بديل. انا كده خلاص، يعني هشتغل على طول، مش هسيبها ترتاح ولا حاجه. انا جبت الصواني بتاعتي، دهنتها سمنه كويس قوي، يعني حته سمنه كده محترمه، علشان الدقيق الذره يا جماعه بيلزق، ولازم يبقى حاطين في الصينيه دهنينها حلوه قوي بالسمنه. بكورها زي ما انتم شايفين كده. في ناس بقى وهي بتتكور كده بيحطوا جواها قشطه مع زبده، او ممكن قشطه بس. بتبقى دسمه جدا. انا مش حابه ان هي تكون دسمه قوي كده او تقيله، لان في الوقت دوت هي لما بتحط جواها كده القشطه ومن على وش كمان قشطه، اللي بياخد حته كده ما بيقدرش يكملها، او اللي بياخد واحده ما بيقدرش يكملها كلها. فانا حابه ان هي تكون بس خفيفه كده. وبرده دي حاجه ترجع لكم، انتوا حابين تحطوا جواها قشطه مفيش اي مشاكل خالص، وتحطوا برده بتبقى حلوه قوي. بعد ما بكورهم كده اعملهم كور، ببتدي دلوقتي افردها كده على طول. برضو زي ما انتم شايفين كده السمك برضو اللي يريحكم.
انا بحبها كده يعني رقيقه شويه، علشان بحب الاطراف تكون مقرمشه معايا، بحب طعمها قوي قوي وهي مقرمشه. جربوها كده مقرمشه، هتحبوا طعمها جدا زي ما انا حبيتها كده. بعد كده بحط بقى على وشها كده القشطه. هي مكوناتها يعني مش كتيره، بسيطه بس بجد يعني جميله جدا بجد، يعني حلوه قوي. جربوها صدقوني، هتعجبكم جدا. يعني ما اكدبش اللي قال عليها فطاير الروقان. بعد ما بحط عليها على وشها كده القشطه، بسيبها من تلت ساعه لنص ساعه ترتاح. ودي حاجه ضروريه جدا ما تنسوهاش، لازم تريح قبل ما تحطوها في الفرن. وكمان لازم نشغل الفرن قبليها ب10 دقايق، يعني لازم ندخلها على فرن سخن على درجه حراره عاليه، علشان خاطر ما تنشفش مننا، وهتبقى مكتومه كده من جوه، ويعني هتبوظ، مش هتبقى كويسه. اي مخبوزات عامه لازم تدخل الفرن وهو سخن. دي كده كانت اخر صينيه معايا، انا كنت حطاها في الفرن، حبيت بس اوريها لكم كده وهي في الفرن. انا بشغل الفرن من تحت بس، وبحطها في النص على الشبكه. اول ما بتاخد لون كده من تحت، بروح على طول مشغله عليها الشوايه. مفيش دقيقه او اقل من دقيقه كمان، بتكون خدت لون من على الوش، وبتبقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. بجد حلوه قوي، ريحتها فظيعه جدا. دي الذره يا جماعه بيعمل ريحه حلوه قوي 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 للمخبوزات وللعيش كمان. وبالمناسبه انا اسفه ان انا اتاخرت عليكم في الفيديو بتاع العيش، بس بجد والله انا بدور على الدقيق بتاع دقيق الذره الابيض، مش متوفر خالص عندي الايام ديت. بس انا وصيت حد يجيبهولي، وان شاء الله باذن الله اول ما يجي هنعمل مع بعض العيش البلدي اللي الفلاحي اللي بدقيق الذره. انا عملته كذا مره قبل كده، بس ما نزلتوش بصراحه على القناه. بيبقى طعمه تحفه جدا وجميل، وان شاء الله باذن الله هنعمله قريب. جربوا الفطاير بالطريقه ديت، وان شاء الله باذن الله تعجبكم. شايفينها من جوه جميله قوي، مورقه والله وهشه وجميله، مش ناشفه قوي زي ما انتم شايفين شكلها. وعلى فكره الكاميرا ظلمها جدا، دي لونها خرافه والله، لونها جميل جدا. وريحتها بجد ان شاء الله باذن الله يعني هتعملوها وريحتها هتجيب لحد اخر الشارع. جربوها هتعجبكم جدا. شايفين قد ايه جميله، جميله جدا، حلوه قوي. تقدروا طبعا تشتغلوا بدقيق الذره الابيض، بس الاصفر بيديها لون حلو قوي قوي. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.